السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا عايزين نتكلم النهاردة في موضوعين مهمين. أول موضوع ماتش الأهلي وسيراميكا النهاردة اللي خلص فوز الأهلي 1-0. تاني موضوع المسرحية المعتادة من نادي وضيع، نادي ما عندوش بجنيه اللي هو نزاهة، نادي الواحد اتعود منه على حاجات زي دي، اتعود منه على تفويت، اتعود منه على حاجات بتحصل زي دي. النادي اتعودت منه على فساد ويطلع اللي هو يصيح ويقول ويعمل نظرية المؤامرة، وهو النادي المظلوم اللي طالعين ميتينه في الأرض والهري ده كله. مسرحية الزمالك وبيراميدز اللي كانت واضحة قوي يعني، يا اسطى انت مفقوسة قوي يعني سبحان الله، كرة ترد من صدر عواد يديها للواد كده قدامه كده، يديها لإبراهيم عادل قدامه، خدها الجون. سبحان الله يعني. اولا نتكلم الاول على ماتش الاهلي وسيراميكا. الماتش يعتبر ما كانش فيه اداء من الاهلي، كانت سيراميكا نازله من اول دقيقه ضغطه، نازله هي اللي مستحوذه، هي اللي كانت اخطر. الاهلي يعتبر ما عملش الا يعتبر في الماتش كله 5 هجمات. في المقابل هتلاقي سيراميكا يعتبر يعني كان مستحوذه، حتى في الدقايق الاخيره كانت هتجيب جون. الكره شالها ياسر ابراهيم من على خط الجون. والاهلي يعتبر الهجمه اللي كانت منظمه، اللي طاهر لعبها جوه في العمق، الامام سندها لبن شرقي في الدقيقه 20، قام بن شرقي حطها شيب كده من فوق الحارس. هي دي يعتبر الهجمه الوحيده، والهجمه اللي كان فيها يعتبر يعني حاجه كده، يعتبر يعني فكر وتنفيذ وحاجه ملعوبه. انما يعني كان ماتش اهم حاجه فيه 3 نقط، انما الاداء كان سيء جدا يعني. وده مش شكل يعني، انت كنت المفروض يعني تنزل بعد الجون تجيب جون تاني وتخلص الدنيا وتخلص الماتش تريح نفسك، بدل الضغط اللي انت عملته لي ده يعني طول الماتش. نخلص بقى الماتش الاهلي، نيجي للمسرحيه والنادي الكوميدي، النادي الوضيع اللي بقاله 24 سنه وضيع ما بياخدش دوري ابطال. والمشكله يعني النادي ده لما برضو كان محتاج اللي هو يلعب دوري ابطال، وكان قدام انا الفرصه ساعه ما كنا بنلعب بيراميدز، وحتى كمان كنا عندنا تقريبا مطرود على ما اتذكر، كان عمرو السولية تقريبا يعني. المهم الماتش ده يعني حتى وانا مطرود مني كنت راجل لحد اخر دقيقة وبلعب راجل، عشان انا نادي رقم واحد، ورقم واحد ده عشان حاجات بعملها بره الملعب وحاجات في شخصية النادي وهوية النادي ذات نفسها. انما انت نادي من زمان بتفوت الاسماعيلي والاسماعيلي يفوت لك، لعيبه قدام ليك يفوتوا لك، اسامه نبيه مكان مع المحله مثلا. يعني نادي اتعودنا منكم على التدليس، اتعودنا منكم على النفاق وازدواجية المعايير، وتطلع تعيط وتقول لي الفساد ومش الفساد والهري. وانت اكتر واحد فاسد اصلا. انا فاسد عشان انا في وسط منظومه كلها فاسده زيك كده. كل الدعم للنادي الاهلي، وباذن الله ناخد الدوري، وكده كده يا زمالك الدوري في جزيره. السلام عليكم.